حنا محظوظين اننا كنشتغلوا في هذا العهد وفي اطار الرؤيه الملكيه الاستراتيجيه والاستباقيه. جلاله الملك هو حقيقه كيدعم وكيسهل المأموريه ديال الحكومات كلها، كيشوف بعيد، عنده رؤيه استراتيجيه طموحه. والفرق بين الحكومات هو القدره ديالها على حسن تنفيذ هذه الرؤيه على ارض الواقع. والفرق بين الحكومات هو القدره ديالها على الالتقاط الاشارات، هو الانسجام استراتيجي، لانينيومون استراتيجيك مع التوجيهات الملكيه ديال سيدنا الله ينصرو. شنو كيعني الانسجام الاستراتيجي؟ مثلا الا خدينا ان اكزومبل على المستوى ديال السياسات العموميه، هي ملي كدير الواش ديال التامين الاجباري على المرض هي رؤيه ملكيه تم التنفيذ ديالها بجديه وبمسؤوليه، ومكنت المغاربه اليوم من الولوج سواسيه للتطبيب. اللي كنمشيو للغاميد هو كذلك رؤيه طموحه، ولكن للاسف لم ينصفها التفعيل بتكريس منطق الولوج للصحه حسب الوضعيه الاجتماعيه. عندنا واحد البروغرام اللي بوفو وعطيناهم داك الشيء قليل باش يقدروا يشتغلوا به. دونك هذه غاميد مشات وجات الحمد لله لايمو، وغادي نتكلم عن لايمو من بعد. اذا الحكومه لما كتقول انها نفذت الرؤيه الملكيه فلان هذا كيتوافق والاختصاصات ديالها الدستوريه. صاحب جلاله كيعطي التوجيهات ديالو وعنده الاولويات. الحكومات المتعاقبه في اطار التداول على السلطه يجب ان تستند لهذه الرؤيه، ان تجعل منها خيطها الناظم خدمه لهذا الوطن واستجابه لتطلعات المواطنين. اذا فين كاين الاشكال؟ واحد النقاش اللي كاين انا ما كنفهموش، زعما ما كنشوف فين كاين الاشكال. هذه حكومه كتجاوب بشكل ايجابي مع التوجيهات الملكيه، نقولها ونعاودها وانا وصلت ل 26 دابا. حكومه كتصنع الحلول وكتشتغل على ضمان استدامه هذه البرامج. هذه ماشي كله ماشي مجال ديال المزايدات السياسيه، لان حنا كنعرفوا كلنا هنا بان الدوله الاجتماعيه كما كتعرفوا هي رؤيه ملكيه سديده وحصريه اكسكلوزيف ديال سا ماجيستي. واللي قال ليه شي حاجه في راسو بانه هو مول شي فكره شي نهار ولا هذا، شوفوا واش ديروا معاه.